السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى بمناسبة ان احنا بنكمل الشتاء والحاجات اللي المفروض بقى نعملها في الشتاء، زي مثلا الحاجات السخنة. امبارح قلت النهاردة بقى نعمل سندوتشات. انتوا عارفين ان الشتاء بيتجوع وكل شوية الولاد تقول لك احنا جعانين جعانين. تعالوا بقى اقول لكم على السندوتشات دي. ادخل على المقادير. مقاديرنا النهاردة حاجات موجودة في كل بيت، ولو مش موجودة في كل بيت موجودة في السوبر ماركت اللي تحت البيت. بص بقى، دي لفة جلاش. تمام. حلوة وبسيطة، حلوة وبسيطة يا دودو. ده زيت او سمنة حسب ما انتي بتحبي تدهني الجلاش. ده بيض، وطبعا هقول لكم بديله ايه. فلفل الوان كان عندي، ميكس جبن بيتباع على بعضه. صدق ده كان عندي من يوم حلقة الصدق او فيديو صدق. وزيتون طبعا مخلي، وطماطم مكعبات. اول حاجة هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالطماطم. طبعا مش بنحط طماطم كتير، انتوا فاهمين، عشان ما تجيبش ميه وتخلي الجلاش طري كده ومش حلو. شويه فلفل الوان. طبعا فلفل الوان كان برضو موجود عندي في التلاجة. صدق يا جماعه، صدق ده ممكن نحط بسطرمه، ممكن نحط صدق، ممكن نحط فراخ، ممكن نحط لحمه مفرومه، ممكن ما نحطش حاجه ونعمله بمكس الجبن. زي ما احنا كده متعودين نجيب بيتزا بالجبن بس او فطير بالجبن بس. دي حاجه بترجع لك، يعني مش ما تقوليش بقى ده لازم نحشي وبسطرمه. لا 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 لا، بالجبن تحفه تحفه. بس انا كان عندي البسطرمه في التلاجة. اسفه، بسطرمه ايه؟ ده صدق. كان عندي الصدق اللي عامل نفسه بسطرمه في التلاجة. قلبت بقى. طبعا بقى مش هقدر اوصف لكم واشرح لكم بقى التقليب. انتوا عارفين بتقلبوا طبعا ازاي. اشوف ناس تقعد تقول لك ايه، وقعدت اقلب بقى واقلب هنا واقلب كده. يا ستي ما كلنا بنقلب في البيت، خلصي. ندهن بقى القالب دوت. طبعا طريقه دهن القالب دي لوحدها هعملها لكم فيديو. نجيب بقى الجلاش بتاعنا اهو. كان طري وحلو الجلاش اللي انا جايباه ده، وشكله طازه وحلو. بصوا يا جماعه، دول 2 راق. انا ما بعملش ما بين كل راق وراق، والكلام ده كله بيبقى اقدام كتير قوي. وانا ما بحبش الاقدام كتير قوي. يعني انا بشوف جلاش عند ناس بيبقى الاقدام بتاعها كتير قوي، معرفش ليه. فانا ما بدهنش ما بين كل طبقه وطبقه، انا بدهن عادي. يعني اللي انا حطيتهم دول مش ورقه جلاش، دول ورقتين مع بعض. تمام. بدهنهم كويس قوي. وعلى فكره كفايه جدا، لان الحاجات دي كلها ما بتخش النار كله بينزل ويطلع ويسيح مع بعض. فمش شرط كل ورقه. هنحط بقى. بصوا اهو، هنحط بقى الحشو. بصوا يا جماعه، الساندوتش ده ما ينفعش يكون اقل من 5 رقات. لانه لو اقل من 5 رقات مش هيطلع معاكي وهيتفتفت وهيتبهدل. فعلى الاقل يكون من 4 ل5 رقات. هنحط بقى الحشو. اتفقنا ان الحشو ده اختياري. مش عارفه صوتي باين عليا داخله على دور برد ولا ايه. اختياري زي ما تحبي. يعني مثلا تحبي تحطي فيه اي. على فكره في ناس بتحط لانشون بيبقى حلو، في ناس بتحطه بالبيفي بيبقى حلو برضه. حطي اللي انت عايزاه، حتى لو هتحطي جبن بس هيبقى حلو. اهم حاجه ان احنا نتني من الاطراف. بصوا الاطراف اهي. شاطره يا دودو. من هنا ومن هنا، والفه بالطريقه دي. زي بصوا بيبقى تحفه ولا طعمه. يا نهاري، انا نفسي تيجوا تدوقوا معايا. انا تعبت من كتر ما بشرح لكم، بس انا نفسي تيجوا تدوقوا. يلا بقى لفيناه كده. وهناخده ونوديه على القالب بتاعنا. مش قادره اقول لكم بقى على طريقه حطه في القالب ازاي. انتوا عارفين يعني الحاجات دي يا جماعه. اقعد بقى اقول لكم ندهن بقى ازاي ونحط ازاي ومش عارف ايه. انتوا اشطر من كده بكتير، انا واثقه. هندهن بقى الساندوتش اللي بعده. تمام. برضو زي ما قلت لكم دول رقين، واللي هحطهم عليهم دول رقين تانيين. تمام. وانا كنت حاطه راق، يعني هو تقريبا من 4 ل5 رقات وانتي طالعه. متطلعيش قوي عشان ميبقاش كتير، وبرده كده 5 رقات 6 رقات بالكتير قوي هيبقى حلو. دهنا بقى. ادهن ادهن. ده فنون جميله بقى. الدهن ده دهني ده شغل فنون جميله. انا ممكن اخلص وادهن بقى الشقه كمان. حطينا الحباش. احب اهزر معاكم انا. ايوه ايوه ايوه، في صدقيه كانت رايحه هناك جبتها. حلو قوي كده. لف بقى لف. يا سلام. يا سلام عليك يا دودو. يعني اللي هو ابو كرم الشامي. يا سلام، هو ده الرف، هو ده اللف. مش اي حد يعرف يلف على فكرة. يا سلام. فنانة فنانة بنت دودو دي، فنانة. لف يلا لف. خلصينا بقى، زهقتي ما كانش سندوتش ده.
ايوه، الله الله، انا حبيته قوي. انا بقى بعمل الحاجه لما بشوفها معاكم تاني في الفيديو بحس اني جوعت. حلوه قوي كده. ومع اختلاف الاحجام والاطوال زي ما انتم شايفين، يعني ساندوتش ممكن يبقى. بصوا بقى الجمال، الرصه دي مش اي حد يرصها، لازم يكون ايه، معلم. انا بقى دهنت عليه حبه زيت من اللي عندي وبيض. يا جماعه بقى البيض دوت ممكن نحط بداله صلصه، وممكن نحط بداله جبنه بس، وممكن نحط بداله ادام بس، دي حاجه بترجع لك. انا ما لقيتش عندي صلصه في التلاجة، فقلت ايه، البيضايه هتدي الغرض. طب ما في ناس ما بتحبش تدهن بيض، ما تحطيش بيض. مش عايزه ولا صلصه ولا بيض، حطي حته. انا خليت حبه جبن اهو على جنب، عشان كنت عارفه اني هحطهم على الوش، وحطيتهم على الوش. حلوه قوي، الجبنه هتسيح وهتديكي اللون التمام مع الشوايه. انسي ولا غلطه. كان معايا بقى كام زيتونه، ما انا لازم بقى، بصوا احب اجود في الموضوع. حطيت بقى كام زيتونيه كده. يا سلام. عايزه اقول لكم اني لفه جلاش وشويه التحبيش اللي انا وريتها لكم دول، الخلطه دي عايزه اقول لكم اني عملت 6 سندوتشات. الله يا جماعه، قلبي الضعيف لا يتحمل، جميل وسخن وكانك قمتي طلبت لهم اوردر من بره. جربوه وقولوا لي ايه رايكم فيه. وما تنسوش تبعتوا لي وصفاتكم، وما تنسوش تبعتوا لي الصور للحاجات اللي انتوا بتجربوها. بحبكم جدا، خلي بالكم من نفسكم. باي باي.